ربي يسعد لي اوقاتكم. اليوم حبيت اعمل كبة تركية وحبيت انزل طريقة ان شاء الله تنال اعجابكم. عندي هون كاستين من البلغر، نفس الكاسة اللي انا معيرتها. عندي هون بصل، بندورة، وحسب الكمية انتو بدكم تسووا بتزيدوا عليها البندورة والبصل والثوم وثوم. وعندي وبندورة معلبة علبة. عندي هون بقدونس، فليفلة خضراء، ملح نعناع، كمون، 7 بهارات، ومعلقة دبس فليفلة، وحسب ما انتو بدكم تكون حدوديتها. بنحط التبلة كلها فوقها، وهلأ نطحن هدول مع البندورة الجاهزة. بنحطهم هلأ ونطحن الباقيين، بنحط معهم بقدونس كمان مشان نطحنهم. بنفضيهم وبنحركهم مع بعض مشان يتشربوا كل التبلة والبندورة. ما بدها مي لأنه أنا كترت لها دبس بندورة، مي عصير بندورة، ما بدها مي. وإذا أنتو حبيتوا تقللوا من العصير فيكن ترشوا لها شوية مي. حطينا معها قطعتين ليمون كمان، دبس الرمان آخر شي. وقت بدنا نحط الزيت والدبس مع بعض بنعيفهم تقريبا ساعة وساعة وشوي لبين ما نرجع مرة تانية. هلا انتو فيكم تعملوها بالماكينة الكبة، انا بدي اعملها على ايدي. بعد ما فركتها كتير منيح على بعض، هلا بنحط لها دبس الرمان وزيت زيتون، او بدكم سمنة، بدكم زبدة، بدكم زيت نباتي، شو ما بدكم بتحطوا لها. دبس الرمان حسب كمية الكبة. نرجع ندعك كتير منيح لبين ما هون عبقلي شوية الزيت، عبسخن زيت زيتون. هلا هيك كبتنا صارت جاهزة، وهلا هيك خلصنا الكبة.